تعالى اقول لك على 7 حاجات هيفيدوك كويس جدا لو انت من الناس اللي بتحب تاخد كورسات اونلاين. انزل بالانترو. اول حاجه، حاول تكتب اي حاجه قدامك وانت بتاخد الكورس ده، حتى لو انت شايف انها صغيره او مثلا المعلومه دي انت عارفها او شايف انها تافهه، حاول تكتبها. لان انت إيه اللي بيحصل اول لما تيجي تخلص الكورس؟ هتلاقي فيه معلومات كده صغيره انت نسيتها، فعشان ترجع لها تاني فهتضطر ان انت تعيد الكورس كله عشان تطلع المعلومه الصغيره دي. فانت احسن حاجه اكتب كل حاجه قدامك في الكورس، حتى لو انت شايف انها صغيره او ان انت شايف نفسك ان انت هتبقى فاكر المعلومه دي. ما تستصغرش حاجه واكتب كل حاجه انت بتاخدها في الكورس. رقم 2، حاول على قد ما تقدر تخلص الكورس كله مره واحده ورا بعض، او بمعنى اصح حاول تاخد كل سيكشن او كل محاضره او كل شابتر كله ورا بعض من غير ما يكون في فاصل ايام طويله بين المحاضره والمحاضره او بين الفيديو والفيديو. ليه بقى؟ اللي بيحصل كالاتي، ان انت لو سبت فترات طويله جدا بين المحاضره والمحاضره هتلاقي نفسك لما تيجي ترجع تكمل الكورس ده هتلاقي ان انت بتواجه صعوبه ان انت تربط الجزء القديم اللي انت كنت واقف عنده بالجزء الجديد اللي انت عاوز تبتدي عنده. فانت احسن حل يا اما تكمل الكورس كله او الجزئيه دي كلها مره واحده، بحيث لما تيجي تقف عند شابتر او عند نهايه ملهاش علاقه بالبدايه بتاعت الجزء الجديد، لان انت هتكون مش فاكر اخر جزئيه انت وقفت عندها، مش عارف تربط الجزء القديم بالجزء الجديد اللي انت عاوز تبتدي من عنده. النقطه رقم 3، وانت بتاخد اي كورس اونلاين خلي معاك نوتة بحيث تكتب فيها اهم العناوين اللي انت بتاخدها في الفيديو ده او في الكورس ده، واهم النقاط اللي هي عدت عليك. وبعد كده بعد ما تخلص الجزء اللي انت المفروض تخلصه انقل الكلام ده بشرح مبسط ليك في اجندة تانية بشكل كويس، بحيث انت لما تحب تعرف اي حاجة او ترجع لاي حاجة ليها علاقة بالجزئية دي يبقى انت تقدر تلاقي شرح للكلام اللي انت محتاجه. ممكن تلاقي ان النقطة دي مش مهمة قوي، ولكن صدقني هتفرق معاك كويس جدا لو انت حبيت ترجع لاي جزئية انت محتاجها. هتلاقي نفسك ان انت شارح الجزئية دي بشكل مبسط في كل حاجة انت ممكن تكون محتاجها. حاول على قد ما تقدر تخلي معاك نوتة تنقل فيها كل حاجة، وبعد كده يبقى انقل الكلام ده مع الشرح في اجندة بشكل يكون فيه تفسير شوية للكلام. النقطة رقم 4، نقطة مهمة وغلسة في نفس الوقت، وبالذات للناس اللي هم مش بيحبوا الانجليزي. لو انت بتاخد اي كورس بالانجليزي حاول على قد ما تقدر ان انت ما تترجمش الكورس ده للعربي. ليه بقى؟ في اكسبريشنز مهمه بتتقال بالانجليزي، لو انت الاكسبريشنز دي ترجمتها للعربي ساعات معناها بالعربي مش بيكون موضح المعنى اللي هو عايزه في الكورس، فانت هتلاقي نفسك ان انت اصلا بعد ما ترجمتها انت مش فاهم هو عايز يقول ايه. فانت انسب حل خد الاكسبريشن ده بالانجليزي. هتلاقي في الاول الموضوع مرهق وبيطول جدا وبتحس ساعات بملل، لان انت كل شويه عمال بتوقف الفيديو ولو في حاجه مش فاهمها بتروح وتترجمها. وهتلاقي مثلا الفيديو اللي هو مثلا مدته ربع ساعه او تلت ساعه هتلاقي انت مثلا بتاخده او بتحاول ان انت تفهمه في حوالي ساعه الا تلت بس. بعد كده بتلاقي عندك حصيله لغويه كويسه جدا جدا خاصه بالمجال اللي انت بتاخد فيه الكورس ده. فنصيحه بلاش تترجم الكورس لو هو بالانجليزي، بلاش ان انت تترجمه للعربي. النقطة رقم 5، ودي نقطة مهمة جدا جدا، حاول وانت بتاخد اي كورس او انت مثلا مشغل فيديو معين في الكورس ده بلاش تعمل بوز وانت بتاخد الكورس ده. ليه بقى؟ لما تيجي توقف الفيديو وتروح تعمل حاجة بعد كده ترجع تاني هتحس بتشتيت وان انت مش فاكر اخر جزئيه انت كنت واقف عندها، فهتضطر ان انت تعيد الحته الاخيره عشان تعرف تربطها بالجزء اللي انت وقفت عنده. فنصيحه لما تيجي تاخد اي فيديو او اي كورس حاول على قد ما تقدر ان انت تحط نفسك في بيئه تسمح لك ان انت ما يكونش وراك كذا حاجه ممكن تعملها فتضطر ان انت تقوم وتعمل حاجه تانية وبعد كده ترجع. حاول تخلي الوقت ده خاص بس بالكورس اللي انت بتاخده. نصيحه مهمه جدا وصعبه على الجيل الجديد، حاول لما تيجي تاخد اي كورس اونلاين بلاش تاخده من على التليفون، بلاش تشتغل من على التليفون، اشتغل من على الكمبيوتر بتاعك او من على اللاب بتاعك. ساعات في حاجات ما بتكونش ظاهره على التليفون وبتظهر على الكمبيوتر، او بالاصح بتكون متاحه على الكمبيوتر بتاعك وهي مش بتكون متاحه على التليفون. فانت حته ان انت تشتغل من على الكمبيوتر بتاعك بيديك تحكم وسماحيه اكبر بكتير من لو انت اشتغلت على التليفون. فحاول ان انت تخلي الكرسي بتاعك شغال عليه من على الجهاز بتاعك، بلاش تشتغل عليه من على التليفون. النقطة رقم 7، حاول تخلي الشغل بتاعك منظم وليه فايلات او ليه فولدرات على الجهاز بتاعك.
حاول تخلي كل شابتر او كل جزئيه بتتكلم عن حاجه معينه ليها فولدر خاص بيها، فيها الصور، فيها مثلا الاكواد بتاعتها. حاول تخلي كل حاجه ليها فولدر لوحده، عشان لو انت حبيت ترجع لاي حاجه انت عاوزها ما يبقاش الشغل قدامك متبحتر وكله سايح على بعضه وانت مش عارف تبتدي منين. ولكن لو كل حاجه ليها فولدر خاص بيها ساعتها هتعرف انهي جزء انت محتاج ترجع له، فهتعرف بالظبط هتدور فين، فده هيوفر عليك وقت كبير جدا. فعلى قد ما تقدر حاول تخلي شغلك منظم عن طريق فولدرات على الجهاز بتاعك. تعالوا كده نقول ال7 نقط سريعا. اول حاجه حاول تكتب كل حاجه خاصه بالكورس. تاني حاجه ما تسيبش فترات ياما بين الفيديو والفيديو او بين المحاضره والمحاضره. تالت حاجه حاول تخلي معاك نوتة تكتب فيها كل الاكسبريشنز المهمه او كل النقاط المهمه، وبعد كده انقلها بالشرح بتاعها في اجنده او ايا يكن. النقطه اللي بعد كده لو الكورس بالانجليزي فيستحسن ما تترجموش بالعربي. النقطه الخامسه بلاش تيجي في نص الشرح بتاعك وتوقفه. النقطه رقم 6 حاول تشتغل من على الجهاز بتاعك كلاب او ككمبيوتر. النقطه السابعه حاول تنظم شغلك وتعمل له فولدرات على الجهاز بتاعك. جينا لفقره سبيشال اندنج. من القصص الجميلة جدا قصة رسام راح ورسم رسمة على الحيطة وساب جنبها فرشة ولون أحمر، وكتب جنب الرسمة لو في حد شايف في جزء غلط أو جزء عايز يتصلح في الرسمة ياريت يعلم عليها بالفرشة واللون الأحمر. ولما رجع تاني للرسمة بتاعته لقى إن الرسمة كلها بقت باللون الأحمر، فاتضايق جدا وراح اتكلم مع الأستاذ بتاعه وقال له إن هو مش هيرسم تاني. قال له لا، أنا عايزك تعمل حاجة واحدة بس. قال له عايزك ترسم الرسمة دي تاني واكتب المرة دي لو حد شايف فيه غلطة في الرسمة ياريت يصلحها. وبالفعل رسم الرسمة تاني وساب جنبها الألوان وكتب لو حد شايف فيه غلطة في الرسمة ياريت يصلح الجزء اللي فيه الغلط. ولما رجع تاني للرسمة لقى ان الرسمة بتاعته زي ما هي محدش جه جنبها. ايه المغزى من القصة دي؟ للأسف الناس بتبقى سهل جدا عندها انها تنتقد غيرها لكن ما بتبقاش عايزة تصلح من اللي قدامها، او معنى تاني بيبقى سهل عليا جدا ان انا انتقد اللي قدامي بس لو انا اتحطيت مكانه مش هعرف اعمل نفس الجودة او نفس الحاجة اللي هو كان بيعملها. فانت ما تزعلش لما تلاقي حد بينتقدك وركز على نفسك وبس. انا خلصت.